السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبائي متابعين قناة البصل السياسي. أرجو من السادة المشتركين في القناة إنهم يدوسوا لايك ويشيروا الحلقة دي علشان تنتشر على لأكبر قطاع وناس كتير تشوفها، وللسادة غير المشتركين إنهم يشتركوا في القناة. طيب، النهاردة احنا هنتكلم على الزيارة الغريبة والعجيبة لسيرجي شويجو ولمجموعة المدراء بتوع شركات تصنيع السلاح الروس اللي حصلت من تقريبا من اسبوعين. طيب، روسيا جت من اسبوعين وبعتت وفد مهم وخطير وغريب. بعتت سيرجي شويجو اللي هو وزير الدفاع الاسبق وعضو مجلس الامن القومي الروسي، وجار فيديلو، مدراء مصانع سخوي ومصانع عسكرية أخرى لتصنيع الصواريخ وخلافه. طيب، علشان خاطر يعرضوا على مصر عرض غريب وعجيب، علشان يعرضوا على مصر انها تصنع الطائرة سخوي 35 وتصنع صواريخ كليبر وبعض العروض الأخرى لبعض الأسلحة الأخرى والاستراتيجية. طيب، روسيا جاية تعرض على مصر ده حبا في مصر، ولا ده تمن لشيء تاني أكبر وكبير قوي؟ روسيا تدفع تمن زي ده كده ليه؟ يعني روسيا هي اللي تعرض على مصر انها تنقل لها تكنولوجيات زي خطيرة زي دي ليه؟ طبعا المطلوب اخطر، المطلوب اكبر، فلازم الاغراءات تبقى اعلى. طيب، هو في نقطتين مهمين جدا علشان نبتدي نتكلم. النقطة الاولانية في طلب روسي، والنقطة التانية مصلحة روسية. طيب، نمسك الاولاني، الطلب الروسي. روسيا عايزة ايه من مصر علشان ومقابل ده هتديلها كل الاغراءات اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ وده اللي احنا عرفناه، لان السوشيال ميديا والاعلام المصري، التلفزيون المصري، محدش يتكلم في الموضوع ده ومحدش عاوز يتكلم في الموضوع، لان الحكومة اصلا ما اصدرتش بيان، يعني ما قالتش. طيب، هم عرضوا ده، طب انتوا رديتوا ايه؟ محدش يعرف الحكومة المصرية ردت بتفكر. طبعا انا اقول لحضراتكم الرد كان ايه، لحضراتكم الرد كان ايه، هو لانه واضح يعني. روسيا لما جت علشان خاطر تعرض على مصر العروض الرهيبة دي الخزعبلية دي، هي بتعرض العروض دي لان المطلوب غالي جدا. المطلوب ان مصر توافق على ان روسيا تعمل قاعدة في بورتو سودان، قاعدة عسكرية. طيب، ايه المهمة قوي في القاعدة العسكرية اللي هتعملها روسيا في بورتو سودان ده لو وافقت مصر؟ طبعا لان مصر اللي في ايديها الحكايه، لان اللي بيدعم البرهان في حربه مع حميدتي الجيش المصري والدوله المصريه، فبرهان ما ينفعش ان هو يخسر مصر ويوافق على موضوع القاعده بدون موافقه مصر، لان لو عمل كده يبقى خسر حليف شديد وقوي، والروس في اي ثانيه ممكن يسيبوه ويمشوا زي ما سابوا بشار الاسد ومشوا. فهو ما يقدرش يعتمد على الروس اعتماد كلي، لازم يكون في حليف قوي وموجود في المكان، ومش هياخد الشنطة ويهرب زي الروس لما خدوا الشنطة وهربوا من طرطوس من سوريا وسابوا بشار لمصيره. كل اللي قدروا انهم يعملوه ان هم خدوه هربوه لروسيا، انما سابوه يخسر الدولة. فالبرهان عارف الحكاية دي، فعلشان ما يقعش في الموال ده فلازم ياخد موافقة مصرية علشان يبقى كل حاجة على ايدك يا تاجر ولا على عينك يا تاجر. فهم عرضوا على البرهان والبرهان موافق، بس لازم الموافقة المصرية الأول. فهم جم لمصر علشان يعرضوا عليها العروض الخزعبلية دي علشان توافق إن روسيا يبقى لها قاعدة في بورتو سودان، لأن الحكاية دي حصلت قبل كده مع تركيا ومصر وقفت لها لما تركيا حبت تعمل قاعدة في جزيرة سواكي. ومصر والقيادة السياسية فعلا بأمانة والله العظيم ما تطبيل، لا خيال. يعني عاوز اقول لحضراتكم ناس واعية جدا 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 جدا، ان كان رئيس الجمهورية ولا المخابرات المصرية ولا الحكومة المصرية في الجانب ده من الجوانب السياسية اللي حصلت الفترة الأخيرة، لسبب بسيط. لأن الرئيس المصري طول الوقت بيقول لك ممنوع وأنا لن أسمح إن يبقى فيه قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر في البحر الأحمر. وكلامه صح، والراجل ده بيفهم قوي. ليه بقى؟ هي روسيا صحيح ما هياش جايه عشان تحاصرك زي ما كانت تركيا عاوزه تعمل. تركيا كانت عاوزه تحاصرك من الجنوب، تهدد امنك القومي من الجنوب علشان تقول لك
تعمل اللي انا عايزاه ولا اعمل معاك واحد اتنين تلاتة. انما روسيا عايزاها عشان سبب تاني خالص. روسيا عايزاها لان الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي بقالها 3 4 سنين دي خلاص قربت تنتهي مع الجانب الاوكراني، لان خلاص الجيش الاوكراني قرب يخلص ينتهي. الشعب الاوكراني كله على بعضه 45 مليون تقريبا او 44. ده انا ايام ما كنت انا هناك، انا كنت في اوكرانيا، قعدت فتره طويله في اوكرانيا عشت فيها يعني. انما دلوقتي بعد موضوع الحرب وبعد موضوع هجره الستات الاوكران والكبار السن الاوكران وسابوا البلد خلاص فضيت. والشباب الاوكران نصهم مات في الحرب والنص التاني هربان. فالجيش الاوكراني خلاص ما عادش قدامه كتير، قرب. وده كان خط الدفاع الاول ويعتبر الاخير كمان بالنسبه لاوروبا. اوروبا كانت بتحارب روسيا بالاوكران، واوروبا عارفه كويس قوي ان هي ما عندهاش امكانيه بشريه في انها تخش مع روسيا في حرب زي دي. فكانوا عاملين الاوكران زي ايه، دروع للروس، دروع بشريه يحاربوا بها الروس، يحاربوا ويبعتوا للاوكران سلاح اوروبي، والعسكري او الشعب الاوكراني هو اللي يموت، هو اللي يحارب، واوروبا تدعم بس بالسلاح وبالمال. طبعا روسيا عارفه الحكايه دي من الاول ومن بدايه الحرب، وكانت زي ما كانوا هم بيحاولوا يستنزفوا الروس، الاوروبيين يستنزفوا الروس بالجنود الاوكران، الروس كانوا بيستنزفوا الاوروبيين برضه بالجنود الاوكران، بانهم كانوا بيسمحوا للجنود الاوكران ان هم يسحبوا من السلاح الاوروبي والامريكي لما فضوا المخازن الاوروبيه والامريكيه. فاصبح دلوقتي اوروبا لا عندها شباب يحارب ولا عندها تكنولوجي وسلاح يدافع. فاوروبا في موقف زباله يعني. بس هي مجبره ان هي تخش في حرب مع روسيا، حرب مباشره ومواجهه فيس تو فيس يعني. ليه؟ لان روسيا بعد ما تخلص اوكرانيا مش هتسمع على اوروبا، هم الخطوه الثانيه، واوروبا عارفه الحكايه دي، وروسيا عارفه ان ما ينفعش تقف، لانها لو وقفت اوروبا مش هتستناها. فالحرب جايه، الحرب بين روسيا واوروبا حرب مباشره جايه. الروس عارفين كده والاوروبيين عارفين كده. ولذلك تبص تلاقي الدول الاوروبيه ابتدت تنشئ عندك او تبني عندك مصانع وتديك تكنولوجي سلاح علشان خاطر تنقل مصانعها من الاراضي الاوروبيه لمصر. ليه؟ لان في حاله الحروب اول حاجه بتتضرب من مصانع السلاح، فهو علشان يضمن الامداد والتموين بتاعه وان يبقى عنده ذخيره وسلاح بصفه مستمره وهو في حاله حرب، لازم تكون مصانعه في حته امان. والروس بيعملوا نفس الحكايه، لان لو قامت الحرب دي حرب عالميه فالضرب هيبقى في كل حته. اكبر دليل على كده ان اوكرانيا من سنه وشويه ضربت المصانع الروسيه اللي في العمق الروسي، ودي اوكرانيا، فما بالك بقى لما يبقى اوروبا كلها وامريكا، فانت هتتضرب. فهو كمان بينقل مصانع، ده جزء من الحكايه، انما مش كل الحكايه. ان هو ليه بيعمل لك بيديلك المصانع ده تبنيها عندك، جزء منه ان هو بينقل التكنولوجي ده، لان هو كمان بيعتمد في اقتصاده على عاملين مهمين جدا، البترول ومبيعات السلاح. طبعا روسيا ما بتبيعش سلاح لاوروبا ولا بتبيعها لدول متقدمه زي الصين واليابان والكلام ده كله، هو سلاحه او السوق بتاعه هو الشرق الاوسط ووسط افريقيا وشمال افريقيا، فده السوق الروسي. فهو عايز يفضل محافظ على مبيعات الاسلحه بتاعته، فهو يبني مصانعه هنا في مصر ويدي لك التكنولوجيا وياخد نسبه من الربح ده اقتصاديا وعسكريا، علشان يامن احتياطاته من بيحتاط يعني، يامن احتياطاته من الذخيره ومن الاسلحه في حاله اذا قامت حرب واتضربت مصانع. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو قامت حرب طبعا لازم يكون الدولة اللي هتكسب الحرب هي الدولة اللي هتقدر ان هي تطول امد الحرب وما تتأثرش وتأثر وتتحكم في المضايق. اوروبا لو قامت حرب هيجي لها امدادات البترول من امريكا ولا من الدول العربية؟ طبعا من الدول العربية. طيب هيجي لها امدادات السلاح والذخيرة والكلام ده كله منين؟ برضو يا من جنوب اسيا يا من مصر يا كده. فهو رايح يعمل قاعدة في البحر الاحمر علشان يقطع خطوط الامداد عن اوروبا لو قامت الحرب بين روسيا وبين الغرب، حرب مباشرة وهتقوم. فهو عاوز يقطع، وهو مستعجل في الحكاية دي لان هو شايف ان خلاص الوضع خلاص بقى قاب قوسين او ادنى، فهو عاوز يقطع خطوط الامداد. طبعا ده هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي لدمار قناه السويس. ما هو انت كده بتقفل قناه السويس
ولذلك الحكومه المصريه حكومه واعيه، قالت لك لا، محدش يحط قواعد هنا، ما انت كده بتدمرني. انت بتديني تكنولوجيات تصنيع سلاح، وبعد كده بتقول لي ايه؟ وبعد كده بتقول لي انا هضربك اقتصادي، يبقى ما ينفعش. وده غير ان انت كده هتهدد المصانع الغربيه اللي الغرب بيبنيها عندي، ما انت عامل له قاعده جنبي، فما ينفعش. لذلك انا كنت مبسوط جدا ان مصر ما وافقتش على العرض. هو ما بيديلكش العرض ده حبا في سعادتك، هو بيديلك العرض ده لان هو عايز حاجه اكبر من كده بكتير، وهتضرك على فكره. وعلشان كده انا معجب جدا 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 بالسيد الرئيس والمخابرات المصريه في انهم فهموا اللعبه ورفضوا العرض، لان العرض ده ما هواش فايده لمصر، ده ضرر ليها، والحدايه ما بتحدفش كتاكيت. فهمت ليه بقى روسيا كانت عاوزه تعمل قاعده على البحر الاحمر؟ كل ده علشان يقطع خطوط الامداد في حاله الحرب مع اوروبا، ويهدد البوارج الامريكيه لو حبت تخش الجنوب البحر المتوسط من المحيط الهادي عن طريق قناه السويس وعن طريق البحر الاحمر. فهو بيقطع خطوط امداد لاوروبا. دلوقتي العالم كله بيستعد للحرب اللي هي خلاص، الحرب دي خلال اشهر، لو زادت قوي سنه. فالعالم كله بيستعد وكله بيتأهب ازاي ان انا اظبط اموري واظبط الخريطه الجيوسياسيه علشان خاطر، والخريطه العسكريه علشان خاطر اعرف انا ازاي هقدر اسيطر على العدو بتاعي ده. فالموضوع بتاع الاغراءات الروسيه، لا، هي روسيا بتعمل كده علشان خاطر نفسها مش عشان خاطر مصر. والجماعة الروس بينقلوا مصانعهم هنا في مصر، والجماعة الأوروبيين بينقلوا مصانعهم بتاعت مثلا المصانع العسكرية هنا في مصر اللي هي مصانع السلاح، علشان خاطر لو حصلت حرب المصانع دي 99.9% تتضرب، فلازم يأمن امداداته من السلاح والذخيرة في دولة مش داخلة في الحرب، دولة أمنة يقدر إن هو يبعت له إمدادات عشان لو عطل وهو بيحارب في ذخيرة أو في سلاح هيخسر الحرب. فالدولتين بيلعبوا اللعبة دي، لأن مصر هي الدولة الوحيدة اللي مش واخدة جنب من الجنبين، بتلعب على الحبلين يعني، وفي نفس الوقت اللي عندها قاعدة أو بنية تحتية عسكرية تأهلها إنها تصنع الحاجات دي، وهي اللي عايزة كده، يعني عاوزة تنشط في المجال العسكري. فهي اختيار سليم قوي للطرفين ان هي تبقى المصنع بتاعهم في حالة الحرب، اللي هو نفس اللي عملته امريكا في الحرب العالمية الثانية. ما هي كانت شغالة مصنع لاوروبا وللغرب، كانت شغالة مصنع، وده اللي قوم امريكا وخلى امريكا الدولة العظمى اللي انت بتشوفها النهاردة، ان هي ما دخلتش الحرب العالمية الثانية الا بعد ما الاثنين عجنوا بعض وكانوا خلاص، يعني هي دخلت تاخد اللقطة الاخرانية. كانت المانيا اتعجنت في الحرب وتعبت وارهقت، والاتحاد السوفيتي ارهقها، والبريطانيين ارهقوها. صحيح ما كانوش هزموها بس ارهقوها، خلوها على وشك الهزيمه. حلو. فامريكا فضلت تصنع الاسلحه وتبعت ذخيره وتبعت مواد غذائيه وتستفيد اقتصاديا وتقف على رجليها. حلو الكلام. في الحرب العالميه الثانيه لغايه لما لقت المانيا استوت. لما كانت المانيا خلاص بقى خلاص استوت، وقفت على الاكال زي ما بيقولوا، وقفت على اللي هيضربها اخر قلم، دخلت امريكا في الجزء الثاني من الحرب العالميه الثانيه عشان تلم المكاسب، انما هي ما راحتش تمسك الطور من قرونه. ولازم تتابعوا وتتفرجوا على الحلقه بتاعه البازل السياسي عشان تفهموا الحكايه دي. فعموما انا اللي كنت عايز اقوله، كنت عاوز اشكر الحكومه المصريه واهنيها على انها قدرت تفهم الملعوب اللي بيعمله الروس علشان خاطر ينتزعوا موافقه مصريه بوجود قاعده عسكريه روسيه، ورفضهم لده ووعيهم الكامل بالموضوع ده. وعلى فكره ده مش تطبيل، ده بجد انا مبسوط ان هم فهموا اللعبه دي. طبعا هم عندهم ناس شغلانتها ده، وهم طبعا اكيد يعني بيشوفوا احسن مني واحسن من الناس كلها اللي بتتكلم او اللي ليها رؤيه سياسيه او رؤيه عسكريه. بس انا بجد مبسوط ان هم شافوا الملعوب ده.
لان دي كانت هتبقى خطر على مصر، خطر فوق ما تتخيل، خطر فوق ما تتخيل، لانه كان هيقطع قناة السويس وكنت هتخش في الحرب غصب عنك دفاعا عن مصالحك. فانت منعت حرب بانك ما تاخدش اغراء عبيط زي ده. وانتظركم في فيديوهات اخرى ان شاء الله، تابعوني في فيديوهات اخرى، وفي فيديو قريب هعمله، فيديو جميل جدا ومش عاوز احرقه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خلال يوم او يومين هعمل لكم فيديو جميل جدا جدا جدا، انتظروه. وشكرا، سلام عليكم.